من هي اعتماد الرميكية؟ اعتماد الرميكية هي شاعرة أندلسية كانت تقيم في إشبيلية في عهد المعتمد ابن عباد، وكان المعتمد ابن عباد أمير إشبيلية زمن ملوك الطوائف في الأندلس، وبعد ذلك رافقته في ترحاله ونفيه في مدينة أغماد في المغرب حتى وفاتها هناك، وعرفت بمهاراتها في قرض الشعر وظرافتها وسرعة بديهتها. وكان المعتمد كثيرا ما يأنس بها ويستظرف نوادرها، ولم تكن لها معرفة بالغناء، وإنما كانت مليحة الوجه حسنة الحديث حلوة النادر كثيرة الفكاهة، ولها في كل ذلك نوادر محكية. وجاء في وصف حب المعتمد لها أنه قال مرة: حب اعتماد في الجوانح ساكن، لا القلب ضاق به ولا هو راحل. وكان المعتمد يغدق عليها الأموال لإرضاء رغباتها وإسعادها، من قصة تبذيره لأجل إرضائها يوم أرادت فيه أن تسير على الطين، فأمر المعتمد بأن يسحق لها الطيب وتغطى به كل ساحة القصر، ويصب ماء الورد عليهما، ثم عجن ذلك حتى أصبح كالطين، فلعبت فيه اعتماد مع بناتها وجواريها. وفي يوم بعد هذه الحادثة اختلفت معه وغضبت، وكعادة بعض النساء قالت له: والله ما رأيت منك خيرا قط. فقال لها: ولا يوم الطين، فخجلت منه واعتذرت. ومما يروى كذلك أنها رأت يوما الثلج يهطل شتاء، وكان ذلك نادر الحدوث في جنوب الأندلس، فبكت وطلبت منه أن يأخذها لبلد ترى فيه الثلوج، فأمر بزرع أشجار اللوز على جبال قرطبة لتظهر عند طلوع أزهارها كأنها مغطاة بالثلوج. وقد ارتقت اعتماد في قصر الإمارة مرتبة رفيعة، فقد قيل إن المعتمد كان يستشيرها في كثير من أموره، وهذا مما أنكره عليه كثيرون، فأصبحت في هذه المكانة منافسة لوزيره ابن عمار، فتولدت بينهما دوافع الغيرة، وأراد كل طرف أن يوقع بالطرف الآخر، فعمد الوزير ابن عمار إلى نظم أبيات من الشعر هاجيا فيها اعتماد الرميكية، وكان دافعه من ذلك أن يذكرها بأصلها ويغري بها زوجها، ولكن ذلك كان سببا في بلاء وقع به لاحقا. فقد أمر المعتمد بسجنه، وحاول ابن عمار استرضاء المعتمد من خلال شعر أرسله له من سجنه، ولكن ذلك لم يرقق قلب الأمير عليه، وانتهى الأمر بمقتل ابن عمار. وما هذه الحادثة إلا دليل قاطع على مدى حب الخليفة لزوجته، ذلك الحب الذي دفع به لقتل صاحبه رغم تدخل المقربين من ابن عمار لوقف الحكم، ولكنهم لم يفلحوا لشدة غضب المعتمد ابن عباد عليه. وكانت هذه من الحوادث التي أنكرها عليه الكثيرون، إذ كيف له أن يقتل صاحبه انتقاما لزوجته، وكان بإمكانه أن يعفو عنه لمكانته عنده، أو يخفف عنه هذا الحكم الجائر لأقل منه. وقد أثارت هذه التصرفات وغيرها والبذخ وتبذير أموال المسلمين في سبيل إرضاء رغبات زوجته سخط وجهاء وعلماء إشبيلية، وأصبحوا يرون أن اعتماد تجر المعتمد إلى الاستهتار وحياة له، وحق لهم ذلك. ويروى أنه عندما أفتى فقهاء المسلمين يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين بجواز ضمه إمارات ملوك الطوائف إليه بالقوة، كان من ضمن ما أشاروا إليه في فتواهم تبذير الرميكية وجر زوجها إلى حياة الترف واللهو. ولما قام المرابطون بتوحيد الأندلس تحت راية دولتهم، دخلوا إشبيلية وقاموا بنفي المعتمد بن عباد إلى أغماد في المغرب، فرحلت معه اعتماد وبناته إلى هنالك، حيث عاشت 4 سنوات من خشونة العيش وجضف الحياة. ولكن اعتماد لم تحتمل حياة الشقاء والبؤس بعد النعيم والرفاهية، وأصابها غم شديد في منفى زوجها، فتوفيت بمدينة أغماد سنة 488 هجرية الموافق 1095 ميلادية، ولم يصبر المعتمد على فراقها، فمات بعدها ب4 أشهر، وكان قبره بجانب قبرها في غرفة واحدة.
ولقد خلد التاريخ ذكرى قصة حب فريدة عاشتها اعتمادة مع زوجها المعتمد، وما جرى بينهما من أحاديث عذبة وقصص تكاد تكون أقرب إلى الخيال. وإلى يومنا هذا لا يزال تذكار لاعتماد الرميكية في إشبيلية كتب عليه: اعتماد الرميكية ملكة بجمالها وشعرها، وبحب المعتمد لها صارت ملكة على إشبيلية. وآخر شي، إذا عجبكم الفيديو وضف لكم معلومة جديدة بتمنى تعملوا لي إعجاب واشتراك.